مملكة الأراضي المنخفضة تجدد دعم لخطة الحكم الذاتي في الصحراء. جددت مملكة الأراضي المنخفضة على لسان وزير خارجيتها توم بيرينسون موقفها الداعم لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتبارها الحل الأكثر واقعية للنزال المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مشيدة في الوقت ذاته بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي حدد إطار التفاوض للوصول إلى تسوية دائمة لهذا الملف. ورحب الدبلوماسي الهولندي ذاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء بالرباط باستعداد المغرب لتحيين خطة الحكم الذاتي التي تقدم بها سنة 2007 وتقديم تفاصيل لما يمكن أن تنطوي عليه في إطار السيادة المغربية، مبرزا أن هولندا ستتصرف في هذا الملف بما يتماشى مع موقفها ووفقا للقانون الدولي. في سياق آخر قال بيرنسون: المغرب أثبت باستمرار أنه حليف موثوق ومدافع قوي عن السلام والاستقرار الدوليين، والبلدان شريكان يعملان بشكل وثيق عبر مجموعة واسعة من القطاعات مثل التجارة والاستثمار والانتقال الطاقي والأمن والهجرة وحقوق الإنسان وغيرها، مضيفا أن المغرب شهد تطورا اقتصاديا مذهلا ويوفر فرصا عديدة للشركات الهولندية. فعلى سبيل المثال تجد شركات تكنولوجيا المياه والبسنة الهولندية طريقها إلى هنا بشكل متزايد بفضل مناخ الاستثمار الجاذب. وأورد أن البلدين اتفقا على ضرورة الانخراط اقتصاديا مع الدول الإفريقية الأخرى، إذ يتمتع المغرب بموقع فريد باعتباره بوابة لشمال وغرب إفريقيا، ويمكنه أن يكون بمثابة منصة انطلاق جذابة للقطاع الخاص الهولندي، معتبرا على صعيد آخر أن الهجرة تشكل موضوعا يستأثر باهتمام البلدين ويمثل أولوية بالنسبة لهما، ولذلك تطور تعاونهما في هذا المجال إلى شراكة قوية.